بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، معاكم خالد علي مدرس الانجليش. جاي النهارده اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا، ازاي اذاكر انجليش. الانجليش بيتقسم لاجزاء. الجزء الاول هو الجرامر. الجرامر بيحتاج يتفهم بس ما بيتحفظش. المستر بتاعك بيفهمك القاعده، انت على طول في ساعتها في نفس اليوم اللي فهمك فيه القاعده لازم تروح حل كتير. حل مع المستر في الحصه، حل كمان في البيت. عدي يومين ثلاثه وارجع تاني عيد على الجرامر، لان الجرامر بيتنسي. ده بالنسبه للجرامر. اما الفوكاب فده لازم كل يوم بالليل قبل ما تنام، ودايما الفوكاب الافضل ليه قبل ما تنام. ولازم تشغل كل حواسك، كل ما عدد الحواس بيزيد كل ما الاستيعاب بيزيد. بمعنى انك لازم وانت بتحفظ الكلمه نمبر 1 اكتبها، نمبر 2 انطقها، نمبر 3 اسمعها، نمبر 4 شوفها. يعني عينك على الكلمه اكتبها مره وانطقها مره واسمعها من المستر بتاعك مره. لو الاربع حاجات دول حصلوا، يعني انا كتبت وسمعت وقريت وقلت الاربعه كلهم شغالين مع بعض، الفوكاب بيتحفظ في ثواني. كده ده الجرامر وده الفوكاب. الرايتنج الحل الوحيد اللي ليه انك تكتب بايدك، تقعد تكتب بايدك على قد ما تقدر. اتعلم تكتب جمله كويس، معاك فوكاب كويس، بتعرف تكتب جمله كويس، كل حاجه هتمشي كويس. ده نمبر 3 اللي هو الرايت. اما النوفل استمتع بيها على قد ما تقدر، افهم احداثها، حط نفسك مكان البطل، اتخيل على قد ما تقدر، عشان لما تيجي تقول لك سؤال كريتيكال ثينكينج، يعني يقول لك لو انت مكانه تعمل ايه، ساعتها تقدر تعبر. التولز بتاعتك فاهم جرامر، حافظ فوكاب، بتكتب كويس، حابب النوفل، كل حاجه هتبقى كويسه.